وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشوكولاتة دبي. الصراحة جات روعة، ما نقولش لكم، نسمعوا التقرميشة. رائعة. نقطع لكم بالموس، روعة. كنا جات غزالة ما شاء الله. انتم اسمعوا التقرميشة. نعطي لهذه تاكل بنتي. الصراحة جات فنة فنة فنة، كتستحق التجربة. درتها اول مرة وغدا ننزل ان شاء الله لكم ان شاء الله في القناة. وهاد الفينيسيون ماشي مشكل، تعاودوا تقادوا. المهم بالنسبه لاول تجربه الصراحه جات روعه ما شاء الله. ونتمنى انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر. وكيف ما وريتكم هنا، انا استعملت فقط غير الشعريه هذه ديال المايز سينزا غلوتيني، وهاد الكريمه بيستاكي ها هي. انا الصراحه لقيت الوليدات كلاوها وقديت بهذاك الشيء اللي كاين. ونتلاقى ان شاء الله مره اخرى. كيف ما قلت لكم في الاول، بصراحه جات الشوكولاته دبي رائعه وجات لذيذه. وكيف ما قلت لكم كانت اول تجربه، المره الماجيه ان شاء الله نعمل كميه كبيره ونعمل احجام كبيره. هذه غير تجربه، بس بصراحه كانت تجربه ناجحه. وكنت متردده بزاف انني باش نعمل هاد الشوكولاته دبي، حيت عملتها غير بالشعريه ديال السفه. ما عنديش يعني ما خرجش على برا انني باش نشوف الكنافه السانغلوتان باش هي ان شاء الله. وان شاء الله علاش لا هي نشاركها معكم عما قريب. هنا كان نعملوا الشوكولاته ذوبناها. عندي شوكولاته فوندنتي وعندي الشوكولاته ديال الحليب. قسمت الكميتين على زوج وذوبتهم في حمام مائي. بالنسبه للشعريه انني قطعتها مزيان وفرتتها وكرملتها في واحد المقلاة بالقليل من الزبدة حيوانية. خليتها تتحمرات كيف ما كتشوفوا، يعني كيف ما كان ظاهر لكم في الصورة يعني في الأول. هنا غادي نملأ الفراغات كلها ديال هاد هاد المول هذا. وحاولوا انكم تطلعوا حتى الفوق، يعني الاطار الفوقاني باش تجيكم الشكل مزيان. من بعد غندخلها المجمد باش تجبد معايا. هنا بصراحه لقيت الكريمه ديال البيستاش غير القليل فقط. لقيت الوليدات ديالي كانوا كلاو منها. المهم معليش، حتى انا كنت زينت بها واحد المره الكيك ديال الكيك، كنت عملته في الفران وزينت بها من الوسط الوليدات. هنا كنحاول اننا نمعكم مزيان هذيك الكريمه ديال البيستاج، ونحاولوا نوركوا على هذوك الشعيرات ديال هذيك الشعريه ديال السفه باش ما تبقاش لينا قطع كبيره وتكون نيت تقرميشه مزيان. بالحق المره اللي جايه ان شاء الله انا طاحت لي واحد الفكره، قلت علاش لا ما نطحنهاش في الهاشوار ولا في شي ماكينه، ونحصل على قطع رقيقه يعني جدا، ما تكونش قطع غليظه بزاف باش تصعب علي، باش يسهل عليا انني باش نعمر بها هذوك القوالب اللي عملت بالشوكولا. هنا بديت كنجمع في هذيك الكريمه اللي مازال عندي في القرعه، وبديت كنضيف الكميه كلها ديال الشعريه اللي كنت عملت. انا كنت عملت غير كره وحده، بقيت كنضغط عليها. وسمعوا ما شاء الله التقرميشه كيف عامله، كتجي رائعه الصراحه وكتجي لذيذه. كان عليا يعني نشارك معكم من شحال هاد الشوكولاته دبي، مي صراحه يلا حان الوقت، يعني ما قلبتش على الكنافه، مي قلت علاش لا ما نجربهاش معكم بالشعريه ديال السفه. وبصراحه كانت تجربه رائعه وناجحه 100%.
المهم ناكل شي حاجه صحيه وشي حاجه بدون جلوتين. هنا من بعد ما جبدوا معايا القوالب ديال الشوكولا، بديت كنعمل كنعمر في القوالب على هذا الشكل، وغادي نقاد الجوانب مزيان. غادا نشوف الشوكولا مازال واش سايحه ولا لا، مي الصراحه لقيتها شويه جمدات، ذوبتها شويه وغادا نبدا نضيفها على السطح الشعريه اللي عملت اللي مع البيستاج. بالحق هذيك الزبيده اللي كنت ذوبت مع هذيك الشعريه باش تقرمل لي، راني حتى هي ضفتها للشعريه يعني ما حيدتهاش. هنا كنحاولوا اننا كنقادوا الجوانب ديال هذوك القوالب، وكنحاولوا نضيفوا الشوكولا من بعد كيف ما قلت لكم كيف ما ذوبتها، وغنحاولوا نقادوا الجوانب ومن بعد غندخلوها المجمد. واللي كيدخل القناه لاول مره فضلا وليس امرا، حاولوا انكم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك باش يطلعوا لا فيديوهات ويبقاو دائما كيظهروا لكم وشوفوهم ناس كتار اللي الناس السلياكي اللي كيصعب عليهم انهم يحضروا هكا ليهم ولا لوليداتهم حويجات هكا زوينين يكونوا خاليين من الجلوتين. هنا كيف ما كتشوفوا عمرت السطح بالشوكولا، حاولت انني ما نقادش الجوانب. هنا بقى لي واحد شويه الشوكولا، قلت علاش لا ما نضيفهاش، مي كان عليه الصراحه نجمد هذيك الوحيده اللي بقات. وجاتني باينه العيب ديالها، مي حيدتها راه ما غاداش نخلي لكم في لا فيديو. يعني خاص دائما ديك الطبقه السفليه ديال الشوكولا دائما تكون مجمده واحد الطريقه مزيان. وهنا غادا نملأها بالشوكولا المتبقيه وغندخلها المجمد، وبصراحه النتيجه جات رائعه ما شاء الله. وغتلقاو وصفات كثيره على القناه الموندو دي كريمه جلوتين فري، وعملوا بارطاج باش تكون الافاده للجميع البنات. غنحاولوا اننا ندخلوها المجمد. شوكولاتة دبي.